صباح الخير يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ورجعنا لكم بعد غياب طويل. طبعا انتوا عارفين الظروف اللي صارت معنا من نزوح لنزوح. شايفين الغرفة كيف مكركبة، لأنه احنا كنا قاعدين على الناس، نزحنا على الناس وكمان نزحوا جديد عنا كمان كذا عيلة. فاحنا اضطرينا ناخد أغراضنا هيك بغرفة، وعشان نقدر نوسع للناس الموجودين، للناس اللي نزحوا عنا. فهيك بدنا نرتب الغرفة مع بعض لأنه صارت مكركبة كتير. فحبيت أخدكم من أول اليوم إيش حيصير معنا بيومنا، حنصور لكم وبعد ما نرتب الغرفة وهيك بنرجع لكم. وهلا يا جماعة حترك حلا ترتب الغرفة، وأنا بدي أروح أرتب إشي تاني وأطبخ. ولما تخلص حلا فرجيكم الغرفة كيف رتبتها وأخدكم معايا شو بدي أعمل لليوم. طبعا أنا مش عارفة شو هعمل، لسه ما قررنا أصلا، ما في إشي يعني معين لنعمله. فبدي أروح أشوف شو أعمل وبنرجع لكم إن شاء الله. خليكم معنا. كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. طبعا هلأ ماما قاعدة بتجهز حالها علشان تروح تعملنا غدا إن شاء الله على النار. طبعا يعني ما راح أقولكم إنه إحنا مقطوعين وما في عنا أي إشي، ما بدنا نعطيكم طاقة سلبية في هذا الفيديو، بس أنتوا راح تشوفوا كل إشي راح نعمله في هذا اليوم. طبعا أنا حابة أساعد ماما في الغرفة لأنها بتتغلب كتير بالترتيب وبالطبخ، فحبيت أنا أساعدها اليوم بالتعزيل. طبعا إحنا كنا ننام في كذا غرفة في إحنا وناسحين هان يعني، بس للأسف هلأ الغرف كلها تملت، فاجيت انام مع اهلي في نفس الغرفة. طبعا الغرفة ضيقة بس بعين الله بدنا ناخد بعض يعني الظروف حكمتنا. ايش الان حالكم يا جماعة؟ كيفكم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد يا جماعة، اشتقنا لكم كتير. اليوم ماما حابة تصور لكم فيديو، واسفين انه احنا ما بنصور لكم فيديوهات لانه الانترنت كتير صعب حاليا. احنا يعني حاليا الانترنت مقطوع، ما بعرف ليه، بس الوضع كتير صعب. ادعوا لنا يا جماعة. وكمان الشحن برضو صار في زحمة على اللي بيشحنوا، لأنه في كتير نزحوا على المنطقة اللي احنا فيها. الله يكون معنا يا رب. فهلا بدي أروح أرتب وبعدين راح أصور لكم كيف رتبت. عن جد كتير مكركبة يعني، راح ياخد معي وقت كتير الغرفة، بس يعني أهم إشي إنه أساعد ماما. تمام يا لين؟ هلا يا لين أنا بدي أرتب الغرفة، بتروح تساعد ماما عند النار. تمام؟ بتروحي تساعديها في التصوير عشان أنا ما راح أساعدها عند النار، فأنت هلا بتروحي تساعديها. يلا. طبعا يا جماعة اليوم هنعمل فاصوليا بيضة. هاي الفاصوليا البيضة المعلبة معاها صلصتها. طبعا العلبة الواحدة 15 شيكل، وجبنا كيلو رز ب70 شيكل الكيلو. تخيلين قديش الأسعار، 70 شيكل. هلا حطبخ الفاصوليا البيضة، مش حاعمل رز يعني لحال، حط كبشة رز مع الطبيخ، تكون الوجبة هيك مشبعة ويقدروا ياكلوا الأولاد مع بعض. حط الرز والطبيخ مع بعض، مش أقدر أعمل يعني الرز لحاله، انتوا شايفين قديش غالي. أنا بحط كل هيك شوية مع الطبيخ. فما في خبز لانه اصلا ما في طحين، فياكلوا هيك بالمعلقه ياكلوها، والحمد لله على كل حال. هذا الحال اللي وصلنا له الحمد لله. وتعالوا معنا نشوف. شايفين طبعا ايديا لاني جهزت النار وولعت، شايفين الشحابير بلش شغل النار. يا جماعه هي هالنار، هاي النجاره هنولعها ونبدا نطبخ. نحط البربيش هلا. وهيك النار ولعت. نحط الطنجرة هلا، حطينا شوية زيت قلي ونبدأ نطبخ. يا جماعة هذا الرز اللي خليناه يتفتح عشان نحط عليه الفاصوليا. هلا حنفتح الفاصوليا ونحطها عليه. هاي الفاصوليا حنديرها عليه. هاي الفاصوليا
مع الرز زي هيك. هلا بدنا نحط البهارات، بس تجهز الطبخة فرجيكم اياها. شوف لوين وصل فينا الحال، عن جد احنا بمجاعة يا جماعة، الحمد لله الواحد مو عارف ايش بده يعمل. هذا هو الموجود، ما في اشي موجود حرفيا، وكان موجود بكون سعره كتير مرتفع. فلهيك عملنا هاي الطبخة. أضيف المكمل الخضروات، هذا بيجي للأطفال منه فواكه ومنه خضروات، فأنا بدي أضيفه على الطبخة هاي. بقولوا كتير بضيفوه على الطبيخ، فبيعطي طعم الطبيخ كتير طيب، وفي فيتامينات وإشي زي هيك، فبدنا نضيف على الأكلة ونجربها معاكم إن شاء الله يطلع طيب. حنضيفها ونقولكم كيف الطعم. هاي بتيجي مساعدات للأطفال. طب احنا هاي نشتريها ببيعونا اياها، هذه بتيجي مساعدات للأطفال ببيعوها بالسواق، فأنا شريتها أجرب أحطها على الطبيخ، بما إنه الطبيخ ما فيه إشي يعني، فبلكي أعطى طعم الطبيخ وفيه فيتامينات. هيك يا جماعة حطيناها كلها وبدنا نجربها، نجرب طعمها بدنا نجربها ونشوف ونقولكم الطعم. إذا كتير طعمها زاكي حصير أجيب منها وأحط على كل طبخة مرتبان زي هذا. هلا بس تدوب يعني رز وفاصوليا والمكمل الخضروات حطيناهم مع بعض، تطلع طبخة طيبة إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. عن جد إحنا صرنا نعمل أكلات ونخترع أكلات من ولا إشي، الحمد لله على كل حال. يعني هذه العلبة بنشتريها ب5 شيكل، العلبة هاي بتيجي مساعدات بيبيعونا إياها بالسوق ب5 شيكل العلبة هاي، اللي منها اللي الفواكه ب12 شيكل. عن جد صار الواحد أي إشي يمشيه، أي إشي يطبخ للأطفال. بتعرفوا هاي الطبخة يعني قديش كلفتنا؟ قلت لكم الأسعار كيف يعني كلفتنا هاي الوجبة. انتوا بتحسوا إشي بسيط ومخبص ومش عارف إيش، بس الحمد لله على كل حال هذا هو الموجود. الحمد لله، ربنا يفرجها علينا يا رب. دعواتكم منا يا جماعة. هيك طبختنا جهزت يا جماعة والحمد لله. الرز والفاصوليا مع بعض، قلت لكم ليش أنا عملتها مع بعض، عشان هيك منه نوفر ومنه انتوا شايفين الأسعار كتير غالية، فما بنقدر نعمل الرز لحال والفاصوليا لحال. الحمد لله على كل حال، الله يجيبها من نعمة يا رب ويحفظها من زوال. خليكم معنا لباقي اليوم. هلا بدنا نركب على الشاي. طبعا الشاي من غير سكر يعني انتوا عارفين، بس هيك نشربه مر يعني سوائل هيك تدخل الجسم. يلا تعالوا معانا على النار. طبعا احنا النار، هي النار لسه النار مولعة، فاحنا بنستغل النار بدنا نركب على الشاي. خلصت طبختنا وبدنا نستغل النار ونركب على الشاي. شاي بلا سكر الحمد لله. ايوه نستغل النار بعد الطبيخ ونركب على الشاي. تعالوا معنا يا جماعة نشوف حلا ايش تعمل. خلصتي؟ جهزتي؟ اعطيني رأيك بالغرفة. يعطيك العافية. طبعا الغرفة كانت كتير الصبح هايسة ومبهدلة، فهي ليا حلا رتبتها يعطيها ألف عافية. طبعا هذه الغرفة اللي بنقعد فيها وبننام فيها وأكلنا وشربنا فيها، فكل إشي احنا طبعا نازحين يعني في غرفة. وهنا حسن بيدرس. طبعا هذا كمان مخزن أغراضنا. طبعا يا جماعة هدول مو طحين، هدول إنجارة الخشب. إنجارة الخشب هاي أكيد عارفينها، هاي اللي بنولع فيها النار، لأنه إحنا أصلا ما عندنا طحين. هذه الإنجارة اللي بنعمل منها النار وبنولع. الحمد لله على كل حال. وهذا كله أغراضنا، يعني شفتي كيف النزوح بهدلة، كل هذا أغراضنا. فهذه الغرفة للأكل والنوم والدراسة ولكل إشي.
ربنا يفرجها علينا يا رب. والله زهقنا نزوح وزهقنا بهدلة وزهقنا وجوع وإيش مش عارفة إيش ضل، والخوف والرعب اللي احنا فيه. الحمد لله على كل حال، يا رب يفرجها علينا. دعواتكم لنا يا جماعة. يعني يا جماعة هدول الشناتي هم نفسهم اللي نزحنا من البيت، بعدين أخذناهم معنا على رفح، وبعد رفح أخذناهم على الزوايد، وبعد الزوايد روحنا فيهم على الشمال. شايفين طبعا كلهم يحتروا. لهم سنتين عن جد معانا هالشناتي. وكمان كانوا من قبل، يعني من المدرسة كانوا بالمدرسة، وبعدين نزحنا فيهم وضلهم معانا. طبعا هدول فيهم أواعي ملابسنا يعني كلهن. لما بصير أي نزوح مفاجئ فبنطلع بس بهدول الشنات. طبعا هدول ما بنقدر ناخدهم كله، ما بنقدر ناخد، بس نقدر ناخد هدول الشناتي. ويا رب ما يجيب نزوح تاني، لأن عن جد تعبنا يا جماعة من النزوح. يا رب ما يجيب نزوح تاني، عن جد انهدينا وتعبنا. الحمد لله يا رب. دعواتكم بس. طبعا يا جماعة عن جد كتير تعبت في الغرفة، لأنه لسه امبارح نقلنا وحطينا كل الأغراض هيك مرة واحدة، فحبيت أساعد ماما لأنه هي بتشتغل على النار. فأعطوني رأيكم بالترتيب. طبعا أخذ معي تقريبا ساعة ونص. بحب أرتب شوي شوي. طبعا حسن هون قاعد بيدرس، الله يوفقه يا رب. طبعا لسه قبل شوي إجا من الدرس، كان طالع من الساعة 8 الصبح. إن شاء الله بكمل الدراسة يا رب وبنجح إن شاء الله. وبعد ما خلصت الطبيخ بدي أغسل علي الغسيل. هذا الشيء الأبيض. هلا هنقع شوية وبعدين برجع بغسله. عن جد اليوم كتير متعب. هذه حياتنا، هذا روتيننا اليوم، من غسيل لطبيخ على النار لتعذيب لتوتر لخوف لنزوح لكل شيء. الحمد لله لكل شيء. وهلا بدها تنشر، يعطيها العافية. والله تعبت اليوم كتير. طبعا شفتوا اشتغلت على النار وهيها غسلت. وبس هاد كان فيديو اليوم يا جماعة. بتمنى تكونوا حبيتوا، وإن شاء الله رح نرجع ننزل لكم فيديوهات. بس عن جد الواحد ما فينا. اللي حاب يدعمنا بتلاقوا روابط في صندوق الوصف، وفعلنا طبعا ميزة شكرا. شكرا كتير لكم ولدعمكم. اللي حاب يدعمنا عن طريقة ميزة شكرا رح تلاقوها تحت عند التعليقات علامة $. وشكرا على تعليقاتكم الحلوة، طبعا بنقرأها كلها وكتير بنحبكم. وبس سلام.